السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي مغاربة الوحدة الترابية أينما كنتم. مرحبا بكم عمي عبد المجيد تبون في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية. ما هي الأسباب وما هي الأهداف وما هي الحيثيات؟ تلك معضلة كبرى سنتطرق إليها في هذا التحليل الذي نتمنى أن نتوفق فيه إن شاء الله. جرت العادة وفق الأعراف الدبلوماسية الدولية المعترف بها دوليا أنه قد تسبق كل زيارة ديال رئيس دولة لدولة واحد الإشعار أو إشعارات إعلامية يروج لها إعلاميا، وتخرج الصحافة ديال البلدين وتشرح لنا وتفسر لنا أسباب الزيارة، النقاط المدرجة في هذه الزيارة، الأهداف ديالها، الأسباب ديالها، جميع الحيثيات كتقولها لنا الصحافتين معا. وبذلك تدخل الصحافة الدولية في تحليل مثل هذه الأمور، وهذا عادي في الأعراف الدبلوماسية. فإذا بين عشية وضحاها يخرج عبد المجيد تبون من قصر مرداية إلى البيت الأبيض دون سبق إنذار، مباشرة بعد خروج وزيرة الخارجية المكلفة بشمال إفريقيا الأمريكية من الجزائر. تنطلق طائرة عبد المجيد تبون إلى البيت الأبيض أو إلى واشنطن. رجعوا شوية استنصلوا ونعاودوا نديروا التحليل ونشوفوا الزيارات، سواء ديال وزير الخارجية، سواء ديال المسؤولين الأمريكيين، سواء ديال بزاف ديال المسؤولين الأمريكيين اللي زاروا الجزائر، كلها كانت كتعطي واحد التقارير سلبية وخطيرة جدا. وهذا كنا كندرجوه دائما في التحليلات ديالنا على أن أمريكا تراقب الوضع عن كثب. أسباب الزيارة جوج ديال الأهداف، جوج ديال النقاط على استدعاء أمريكا عبد المجيد تبون للجزائر. النقطة الأولى كتهمنا نحن كمغاربة، طي ملف الصحراء المغربية. انتهى هذا الصراع، انتهى هذا النزاع. رجعوا اشنو قال الأمين العام للأمم المتحدة ولا في باريس قبل أشهر. انتهى هذا الملف. هذه ليست قرصة أذن، هذا توبيخ وإنذار من أمريكا. طي ملف الصحراء المغربية انتهى. والنقطة الثانية هو روسيا والفاغنر في الجزائر. اليوم أمريكا تريد أن تخرج روسيا من شمال إفريقيا ومن دول الساحل، والجزائر مرتع للفاغنر. هذه هي أسباب زيارة عبد المجيد لتبون. هي ليست زيارة، هو استدعاء. كما يقف المتهم أمام قاضي التحقيق. اليوم عبد المجيد تبون متهم والقاضي هو جو بايدن للبت في النازلة والخروج بنتائج إيجابية في هذا الباب. كنا كنعرفوا أن عبد المجيد تبون منذ شهر هو مختطف من طرف الكابرانات بسبب عدم قدرته على إقالة الجنرال جبار مهنا رئيس المخابرات الخارجية، الذي هو في صراع مع الفريق الأول سعيد شقريحة حول تسليم خالد نزار إلى روسيا. وبذلك أنه كيهدو بالنشر الغسيل ديالو، اللهم زد وبارك في ذلك، اللهم افضحهم. حنا هادشي ما كيهمناش. جاءت هذه الخرجة هذه اليوم لتعطي رسالات للكابرانات على أن البيت الأبيض يراقب كل شيء، وأنه مستعد للتدخل في أي لحظة في هذا الباب هذا. لأن هذه الزيارة هذه لأمريكا هي مذلة وإهانة لكل الجزائر ولكل من يغنون العنتريات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من القادة العسكريين، بين قوسين استسمع على القادة العسكريين أقول الكابرانات، وبصبع المبردع الذي يسب ويشتم الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي نصرة للمغلوبين عن أمرهم لكي ينتصروا مرة أخرى إن كانت لهم إرادة على الانتصار والتغيير ونقل الجزائر من عسكرية إلى مدنية كما يغنون في الشعارات. اليوم البيت الأبيض صفى هذه النقطة هذه. كنظن أن من بين الأسباب اللي استدعاته، وكاين واحد النقطة إضافية ربما تركناها جانب كنقطة ثالثة، هو تطبيع تونس وموريتانيا اللي كتعرقلوا الجزائر في هذا الباب هذا بالضغط عبر مخابراتها في هذه البلدين هذه. ممكن كذلك نقطة هذه نضيفوها للتحاليل ديالنا، ممكن أن باش ما نغفلوهاش في هذا الباب هذا، لأن غفلنا غادي نكونوا
ربما غضينا البصر ولا خلينا الكابرانات جزء من التحليل اللي يقولوا اننا ما انتبهناش ليه، فهاد النقاط هادو ثلاثه هما سبب هذا الاستدعاء الفوري والعاجل للبيت الابيض. شفنا عبد المجيد تبون وهو كينزل من الطائره مرعوب، وجهه شاحب، امور خطيره وخطيره تطبخ في الكواليس. ربما قد تكون هذه هي اخر انذار للجزائر وبمعها فرنسا في هذا الباب هذا. ربما هذا هو التحليل الاولي، باقيين غادي نرجعوا غادي نطرقوا لهذا الموضوع اكثر واكثر. فرجاء الاخوه الكرام الصفحه ربما الفيديوهات ما تطلعوش بزاف وبزاف ديال الحوايج، ولكن هاد الشويه اللي كتشوفوا كنتعرضوا لبزاف ديال السينيال. فرجاء الدعم ديالكم، شويه ديال البارطاج، شويه ديال الاعجاب، خلي شي تعليق على الاقل باش تدور الصفحه. تحياتي لكم.